هلو يا حلوين. تعبت من ترتيب الهدوم وتطبيقها وان هي دايما في الدولاب ما بتكونش مترتبه خالص وواخده مكان كبير كده، والدولاب عندي مش متنظم، وخصوصا البنطلونات الجينز البيزيكات حاجات كده بتبقى يعني في الشتاء مش ضابطه الدنيا، وفي الصيف والله كمان. قلت طب اعمل ايه؟ الهدوم مش على بعضها خالص وكل شويه تبوظ لي الدولاب. انا محتاجه حاجه تنظم لي الهدوم وفي نفس الوقت تديني مساحه تكون منظمه. قلت بس انا لازم اجرب المنظم اللي بيقولوا عليه ده. على طول فكرت ان انا اجيب المنظم القمر ده من اول نيو فور هوم، سايبه لكم اللينك فوق. بصوا بقى المنظم وحلاوته، ده بقى حاجه قمر قمر. عايزه اقول لكم ده بقى تحطوا فيه هدوم، تحطوا فيه طرح، هدوم اطفال، بنطلونات جينز، شنط، اللي انتوا عايزينه. ده بقى عجبني منظم بطريقه وبياخد مكان صغير في الدولاب، وتقدري تجيبي 2 3 تحطيهم فوق بعض. وعلى فكره مش في الدولاب بس، تقدري تحطيه عندك في اي مكان بيكون منظم جدا. تعالوا بقى نشوف كده لما هنظم فيه الحاجه هتكون عامله ازاي. بس عجبني بقى ان هو يعني في كام حته كده ورا بعض منظمين، وطريقه قفله تحفه. وكمان لما بتشيليه بقى وتشيلي منه الهدوم بيتقفل بسهوله، وفي سوسته كده من ورا زي ما انتم شايفين. عجبني قوي. قلت بس انا بنطلوناتي الجينز مبهدله لي الدنيا، قلت تعالوا بقى كده لما نجرب اما نحط فيه الحاجه بيكون عامل ازاي، وهل بيكون عملي ولا لا. عايزه اقول لكم ده انتوا لو مسافرين في حته واخدتوه حطيتوه في الشنطه هينظم لكم الشنطه ذات نفسها. بصوا البنطلونات اتحطت كده، وفي بقى مساحه لسه معايا الحاجات كتير واقدر احط كذا حاجه. ومش بس كده، قلت لا ده انا اجيب كمان مع البنطلونات الجينز اجيب معاها ايه؟ البيزيكات اللي كل شويه ما بلاقيهمش وبيضيعوا مني. وده كان حاجه سهله وعمليه قوي قوي قوي. حقيقي اتبسطت منه جدا، نظم لي الدنيا. عايزه اقول لكم ده لو اتحط في الدولاب هيبقى حلو قوي، اتحط في درج، اتحط في اي حته هيكون حلو قوي قوي. وبيتقفل بالشكل ده، وكمان بيتشيل عامل زي الشنطه، وفي سوسته من ورا تقدري تفتحيه وتقفليه وتعملي كل حاجه. عجبني قوي قوي يا جماعه، لازم تجيبوا من المنظمات دي بسرعه. انا بقى قلت ايه اما اخترع شويه اختراعات. عندي بقى شويه شنط كده اللي هي بتبقى الكروس الصغيره دي على طول بتقع من مكان الشنط. قلت لا انا احطها برده كده وارتبها، بس طبعا ما جبتش كل الشنط فجبت كام واحده كده علشان اوريكم ان هو بينظم حتى الشنط. تقدري تحطي فيه بقى اللي انت عايزاه. بجد يا جماعه تحفه، لازم تجربوه، سعره حلو قوي قوي والماتيريال بتاعه تحفه. هتلاقوه طبعا في الجروب اللي فوق اللي انا سايبه لكم اللينك، all new for home. هتلاقوا عندهم كل الحاجات المنزليه. وتعالوا بقى شوف انا كان ناقصني ايه. في حاجه كده كانت ناقصاني كل الناس جابتها وانا لا. ينفع المج الحراري. المج الحراري ده يا جماعه بما اني مدمنه النسكافيه والكافيين عموما، فقلت لا ده انا لازم في كل خروجه وفي كل حته اروحها يبقى معايا كده. في الشتاء احنا عايزين دايما حاجات سخنه. عايزه اقولك لو جبتيه لجوزك هيتبسط جدا 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 وهو رايح الشغل. وكتبت لي عليه بقى اسمي ناني ابراهيم. عظمه الاسم لوحدها كفايه. عجبني قوي قوي قوي. مطبوع عليه الاسم، تقدروا تجيبوه تطبعوا عليه الاسم اللي انتوا عايزينه. وهنا بيكون درجه الحراره بتبان فيه، يقولك درجه حراره الميه اللي جوه عامله ازاي. عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه، الماتيريال بتاعه تحفه والكتابه عليه كانت تجنن. عجبني قوي قوي وبجد لازم كلكم تجيبوا منه لو بتروحوا الشغل وعايزين معاكم دايما المشروب بتاعكم والميه تبقى حلوه قوي معاكم كده السخنه، فهيبقى حلو قوي. عايزين بقى تجيبوه في البيت حلو قوي. عايزه تجيبيه لجوزك او خطيبك هديه وتكتبي عليه كده اسمه زي ما اسمي قمر كده عليه، هيبقى تحفه. سعره يجنن. وهنا زي ما قلت لكم بيوري لكم الحراره بتاعه الميه اللي جوه او المشروب. بجد الاتنين اتبسطت منهم جدا جدا. لازم يكونوا الاتنين دول في بيتك، ولازم تدخلوا الجروب اللي فوق ده، عاملين عروض وخصومات حلوه جدا، واسعار الجروب حلوه قوي، مليان حاجات كتير قوي اساسيات للبيت هتحتاجوها. وهنا كنت بوريكم ان انتوا لما بتقفلوا المنظم بيكون حلو قوي. لازم كلكم تجربوه بجد، حلو قوي قوي قوي.